وما بين شجن وحزن تم البدري بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. وبين فرحة وسعادة أهلا أهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. كنا كأطفال بنقف محتارين ما بين إحساس الزعل اللي حاسينه في البيوت من أهالينا لأن رمضان ماشي خلاص، وبين فرحتنا احنا بقى بالعيد والعيدية واللبس الجديد والكحك والحلويات الجايين لينا مع مجي العيد. والحقيقة إن فرحة العيد وحكاياته اللي في خيال جيلنا السبعيناتي محتاجة ساعات وساعات تتحكي فيها، وكأننا طالعين رحلة حنين لأيام البساطة والطقوس المصرية الجميلة اللي شكلت طفولة جيلنا بالكامل. بنوثق فيها ذكريات طفولة كانت دافية قوي جوه الأسرة المصرية في الفترة دي. حكايات كانت بتبدأ مع رمضان وأحيانا من قبله، لما أهالينا تبدأ تحسب حساباتها وتظبط ميزانيتها استعدادا للمناسبتين المهمين اللي جايين ورا بعض دول وتجهيزاتهم طبعا. وتزيد وتيرة الحكايات في التلت الأخير من الشهر الكريم، واللي بنشوف فيه بيوت أهالينا بتتحول لخلية نحل شغالة ليل ونهار، فيتجمع الأهل والقرايب مع بعضهم وساعات كمان مع جيرانهم اللي كانوا زي الأهل، وكأن الحدود والحيطان بتختفي بين الشقق وتتفتح على بعضها في حدث عام بيستمر الأيام، وتتملي البيوت بمستلزمات حلويات العيد من سكر ودقيق ومكسرات وسمنة بلدي وخلافه، ويتشارك الكل في رحلة صناعة كميات مهولة من الكحك تكفي كل البيوت وسط جو عام مليان بهجة وسعادة. وتقسيم للمجهود البدني على الكل كان بيخفف كتير من إحساس التعب والإرهاق، واللي كان الباقي منه بيتوه وسط بهجة الحدث نفسه والرغي واللمة والحكايات، حتى لو كانت مليانة فوضى، وحتى برضو لو الأمر مسلمش من بعض المشاكسات بين الستات الكتير دول وبعضهم. بس في النهاية كان في حب وتعاون وإحساس إن كلنا مسؤولين ومتشاركين في صناعة الفرحة الكبيرة وتقسيمها وتوزيعها على كل بيت من بيوتنا. وطبعا كانت مناقيش الكحك واللي كانت أشكال وألوان أهم حاجة لينا احنا كأطفال في اللمة دي، وياما اتخانقنا على توزيعها بينا واحنا مقتنعين اننا بنشارك اهالينا في عمايل الكحك، وحوارات بقى على مين ياخد المنقاش الاكبر او المنقاش اللي على شكل نجمة، وده كان منقاش المفضل بالمناسبة، ومين كحكته طلعت مظبوطة اكتر وشبه كحك الكبار، ومين بوظ العجينة وطلع عبيط القعدة، وهكذا. كانت مشاركتنا خليط ما بين لعب الاطفال وما بين رغبتنا كاطفال في تقليد الكبار، وبين المشاركة في عمل شايفينه مهم وعظيم حتى لو كانت امكانياتنا العمريه ما تسمحش بالمشاركه دي. وده كله وسط ضحك اهالينا علينا ساعات، ودعمهم وتشجيعهم لينا ساعات تانية، وزعيقهم فينا او يمكن كمان ضربهم لينا ساعات تالتة لما نزودها ونزهقهم ونبوظ الدنيا. لكن في النهايه ومهما غلطنا كان اهالينا بيسيبونا نشارك ونفرح، واحنا بنحط بصمه صوابعنا الصغيره على العجين وعلى الفرحه الكبيره اللي بتتجهز دي. وبعد التشكيل والتقريص كان يجي دور الرص في صواني البيت لو الخبز كان في البيت، او في صاجات كبيره كان اهالينا بيحجزوها من الافران لو هيسووا هناك، ويجي الكبار من اخواتنا واهلنا ويشاركوا في شيل الصاجات من البيت للفرن، الفرن اللي كنا بنقف او حتى نبات قدامه مستنيين صاجات كحكنا اللي معلمينها كويس وكاتبين عليها اسامينا عشان ما تتلخبطش مع باقي الصاجات لحد ما تتخبز ويشيلوها اخواتنا الكبار وابهاتنا، ونرجع بيها البيت تاني علشان تترص في علب صفيح كانت قادره تحفظها لنا من السنة للسنة. وتستغرب دلوقتي وانت بتتفرج على قنوات الطبخ على التلفزيون والسوشيال ميديا وعلى اليوتيوب وهم بينظروا في وصفات ومقادير عمايل الكحك وحلويات العيد، وهل المقادير بالجرام ولا بالكوباية، ونظبط درجة حرارة الفرن على كام بالملي، ووقت التسوية قد ايه بالدقيقة والثانية، واللون يبقى ذهبي ولا نغمق شوية. فنحس ان حوارات الكحك كترت قوي عن ما كنا بنشوف زمان واحنا مع اهلينا، ونستغرب واحنا بنفتكر امهاتنا وجداتنا وهم بيعملوا الكحك بمقدارهم الشهير زمان اللي هو البركه، واللي بيعكس خبرتهم وتجاربهم المتراكمه في المطبخ، واللي كانت اجدع من ادق ميزان، ومجهودهم وهم بيخلطوا كل المقادير دي عشان تتعجن بايديهم من غير عجان بالشيء الفلاني، وفي علاقه مباشره بينهم وبين العجين كانوا بيسموها بس العجينه، واللي برضو بخبرتهم كانوا بيعرفوا لاي مدى يبسوها علشان يوصلوا لعجينه مثاليه يقدروا يشكلوا
يشكلوها فتعمل لنا كحكة حنينة وناعمة وواخدة من دفء ايديهم الشقيانة في العمايل، ويخبزوها لنا في أي نار، سواء كانت أفران منزلية ريفية أو أفران البيوت العادية الحضرية، أو حتى في فرن العيش اللي جنب البيت على درجة حرارة الفرن المتاحة وقتها، وبدون الدخول في تعقيدات كتيرة لأنسب درجة حرارة، علشان في النهاية يطلعوا لنا أحلى وأطعم كحك بيتي وقرص وبسكوت وقريبة وبيتي فور وقراقيش ومنين وخلافه من كل ما لذ وطاب من مخبوزات كانت ريحتها تخطفنا بمجرد ما نشمها وحتى قبل ما ندوقها. ومش بس كده، ده ريحتهم وطعمهم المميز واللي ملوش مثيل فضلوا ثابتين في خيالنا وعلى لساننا، ولا عمرنا نقدر ننساهم أبدا، ولا نستجري نقارنهم، ولا نفضل عليهم أي طعم لأي منتج مشابه جاهز. واللي بنحس واحنا بناكلها إن هي دي بس المنتج اللي بجد يستاهل يتقال عليه الجملة اللي طالعة موضة دلوقتي، وهي صنع بكل حب، حب الأمهات والجدات والخالات والعمات والجارات، واللي حتى ومع كل التقاليع الجديدة اللي بتتنافس في عملها أشهر براندات دلوقتي للكحك علشان الترند، والمهما تفننوا فيها واتزوقت علبها بشياكة وترصت حلوياتها بالمسطرة واتحشت بأغلى أنواع المكسرات المستوردة من اللوتس والريد فيلفت والفستق وعين الجمل والكاجو وغيره، وطلعت من أفخم مكان متكلفة مبلغ وقدره من اللي بنسمع عنهم بعشرات الآلاف يعني من تطالع، علشان يفضل في النهاية مفيش أحلى من كحك أمي وجدتي اللي ممكن يكون شكله مش منتظم قوي ولا صغير على قد البق قوي، وحشوته بسيطة ومحلية مش مستوردة ب200 جنيه، والتسوية في أي فرن، وممكن أحيانا متظبطش 100%، ومع ذلك تفضل نكهة زمان هي الأجمل والأقرب للقلب والمعدة والذاكرة، في لغز ملوش أي تفسير بالمنطق والأسباب، لكن له 1000 تفسير في القلب والوجدان والذاكرة، لأن المحلات الكبيرة والبراندات بتبيع لنا الراحة الحقيقة اللي بتخلينا نجيب الكحك جاهز على الأكل بضغطة زرار على الموبايل فيوصل لنا لحد البيت بدون أي مجهود مننا، هيوصل لنا بجودة عالية في الصنعة وبشغل مميكن ما فيهوش احتمالات الخطأ البشري، ومع ذلك الطعم ما بيثيرش جوانا أي مشاعر، حاجة حلوة وخلاص. فيجي علم النفس ويفسر لنا ده بحالة اسمها تأثير إيكيا، ملخصها ان الانسان بيقدر قيمة الاشياء اللي بذل مجهود مادي في صنعها اكتر بكتير من الحاجات اللي بتجيله على الجاهز حتى لو كانت احسن، فعلى طول نفهم احساسنا وان الطعم ما كانش دقيق وسمن وسكر بس، ده كان خليط معجون ومتخزن جواه مجهود وتعب امهاتنا ومشاركة وفرح واحساس طفل بالانجاز والنجاح وذكريات مع اهلنا وجيراننا اللي راحوا واللي لسه باقيين، فبقى غالي قوي، وكأننا كنا مع كل قطمة كحك بنكتر ذكرى عزيزة على القلب حصلت وقت العمايل دي، مش مجرد بناكل قطعة مخبوزة وخلاص. فكان السر في كحك أهالينا مش في الصنعة ولا جودة الخامات ولا نوع ومقادير السمن والدقيق والمكسرات ولا طريقة التسوية، ولكن كان في الجو والسياق النفسي اللي كانت بتتصنع فيه الفرحة دي، وفي متعة التجربة وإثارتها، واللي كنا بنعيش قلقها وفرحها وترتيباتها وذكرياتها اليومية وتفاصيلها الصغيرة والكبيرة والقصص والحواديت اللي بنفتكرها وبنحكيها على كل قطعة عملناها واحنا بناكلها، وبنحاول نخمن مين فينا يا ترى اللي عملها، وبنسترجع التجربة والحدوتة اللي حصلت وراها، عشان في النهاية يروح إرهاق المشهد بس يتحفر في ذاكرتنا إثارة التجربة والحدوتة والحكايات الحلوة والضحك والعياط كأجمل ذكرى فضلت في خيال جيلنا بحاله لسنين كتيرة ومكملة معانا. وكان نفسي أكمل معاكم حكايات وذكريات ليلة العيد لجيلنا السبعيناتي في الفيديو ده، واللي كان نصيب الأسد منه لكحك العيد، بس لقيت الفيديو هيبقى طويل بزيادة فخلونا نقف هنا واستنوا باقي الحكايات في الجزء التاني من الفيديو. وقبل ما اسيبكم، خصوصا انتم يا جيل السبعينات الطيبين يلي عشنا سوا كل طقوس عيدنا دي وتشاركنا الاستمتاع بيها، ولسه لحد دلوقتي لما نحب ننبسط بجد بنكتر ذكرياتها عشان نحس بلحظة فرح حقيقية في زمن العوالم الافتراضية، احب اقول لنفسي ولكل جيلي قبل ما اسيبكم كل سنة وانتم طيبين وبخير يا طيبين، واستنوني الفيديو الجاي.